السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه سمك سنجاري، بس صينيه سمك بجد حكايه، بجد هتعجبكم قوي. تتبيلتها جميله قوي وسهله قوي، وكمان طعمها هيبقى حلو قوي، هيعجبكم. ومكونات سهله، مفيش اي مكونات صعبه عليكم، كل حاجه من البيت موجوده عندنا. هنقول بسم الله كده ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت عندي سمك بلطي، نضفته زي ما حضراتكم كده شايفين، فتحته من الظهر، نضفت قلبه كويس قوي. تمام بالشكل ده. عندي كده السمك. تمام. وعندي ايه بقى للسمك؟ عاوز ايه؟ عندي بصل حلقات وطماطم حلقات، عندي شبت، عندي زيت، عندي توم، عصير ليمون، بهارات سمك وملح وكمون، فلفل اخضر، كزبره خضراء، وطماطم. تمام. هعمل ايه دلوقتي عشان اعمل التتبيله؟ هضرب ايه في الخلاط؟ هحط الطماطم عندي والثوم وعصير الليمون والزيت والكزبره والفلفل، دول هضربهم في الخلاط عشان اتبل بيهم ايه؟ السمك. خليكم معايا. هنضرب الطماطم والحاجه بتاعتنا في الخلاط وهنرجع عشان نتبل السمك. دلوقتي ضربت عندي الخلطه بتاعتي في الخلاط، اللي هي ايه؟ عباره عن ايه؟ زي ما احنا شايفين كده، عباره عن طماطم، ثوم، كزبره خضراء، فلفل اخضر، كمون، بهارات سمك وملح وزيت وليمون. تمام. ضربتهم بقى بالشكل اللي عندي ده زي ما حضراتكم شايفين كده. هتبل بيه السمك وهنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. انا عندي صينيه هنزل فيها البصل، الحلقات اللي عندي والطماطم، ماشي، والشبت، وهنزل شويه من التتبيله كده عليه، اتبلهم. تمام كده. وهقلبهم كويس بقى ايه بالتتبيله، اخلطهم كده كويس. بجد صينيه السمك دي بجد هتعجبكم قوي بجد. ان شاء الله اعمل لكم حلقه عن تنظيف السمك وازاي نفتح السمك من ظهره كده معانا ويبقى بالشكل ده معانا باذن الله. اعمل لكم فيديو لتنظيف السمك وازاي يطلع كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه كده معانا. تمام. انا تبلت دلوقتي ايه الخضار معايا، هنزل بقى بالسمك هنا كده واتبله. تمام. احط بقى التتبيله كده وهتبل ايه السمك. تبله كويس قوي، ما سيبش حته مش واصل لها تتبيله. بجد التتبيله دي تحفه، وطعمها وريحتها حكايه جنان بجد يا جماعه. نتبل كده كده زي ما حضراتكم شايفين. تمام كده زي ما احنا شايفين. بقى دلوقتي انا الصاج عندي ما اخدش السمك، فقسمت الخلطه عندي في صاج تاني، حطيتهم في صينيتين يعني عشان ايه ياخدهم. انا عندي 5 سمكات والسمك كبير فما اخدش ايه صينيه واحده. تمام. زي ما احنا شفنا تبلناه بالتتبيله بتاعتنا كده، اللي هي الطماطم والثوم والملح والكمون وبهارات السمك والليمون والزيت والكزبره الخضراء والفلفل الاخضر، وضربناهم كويس قوي. تبلنا بيهم السمك زي ما احنا شفنا، وتبلنا الخضار برضو اللي هو البصل والطماطم والشبت اللي تحت السمك، وخلاص تبلناهم كويس قوي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هدخلها على فرن سخن يا جماعه، هتاخد معايا نص ساعه. هحطها في الرف التحتاني. اول ما الاقي ان السمك بدأ معايا يستوي هفتح الشوايه عليه يتحمر واخرجه ونشوف هيبقى عامل ازاي. خلاص نتقابل بعد ما يتحمر. عندي دلوقتي انا حطيت دلوقتي السمك في الفرن. تمام. يلا بينا نعمل الرز بقى، نعمل رز صياديه مع السمك. قبل الرز ايه؟ قبل السمك ما يستوي. ماشي. معايا ايه للرز الصياديه؟ معايا بصل، معايا بصلايه كبيره متقطعه كده مفرومه، معايا رز مغسول. تمام. معايا ملح وكمون وكزبره او بتاع ده، اللهم صل على سيدنا محمد، وفلفل. تمام. وبهارات سمك ومعايا زيت. خلاص. هنزل بالزيت، وعندي حله هنزل بالزيت. تمام. وانزل فيه البصله
هقلب بقى البصلايه احمرها كويس. عايزاها تبقى ذهبي بس غامق شويه عشان ايه تدي الرز معايا لون. هنشوف دلوقتي هتوصل للون ايه. كده معايا البصل اتحمر زي ما حضراتكم شايفينه كده بالشكل ده. هنزل بقى عليه التوابل، الملح والكمون والبابريكا. ماشي، كده زي ما احنا شايفين كده. وهنزل بقى الميه، انا عايزاه يوصل للون اللي انتوا شايفينه ده عشان يديلي اللون اللي هتشوفوه بتاع الرز. تمام، هنزل بالميه. زي ما حضراتكم شايفين كده. الرز المصري يا جماعه انا مستخدمه رز مصري. الرز المصري مع كل كوبايه رز عليها كوبايه ميه، غير الرز البسمتي كل كوبايه رز عليها كوبايتين ميه. تمام، الميه هستنى الميه تستغل عندي ايه وانزل بالرز. شايفين دلوقتي الميه بدات تغلي معايا، شايفين لون الميه بقى عامل ازاي. بصوا لونها بني يا جماعه، انا عايزاها لونها تبقى كده عشان خاطر ايه تديني اللون اللي انا عايزاه للرز اللي احنا هنشوفه هيبقى عامل ازاي. تمام، هنزل بقى بالرز المغسول عندي. بجد جميل قوي، والسمك كمان عندي استوى زي ما انتم شايفين. جميل بجد بجد جميل قوي. شايفين؟ يلا بينا بقى نقدمهم، نشوف هنقدمهم ازاي. يلا بينا. دلوقتي خلصنا اطباقنا. ده السمك السنجاري اللي عملناه مع بعض في الفرن. شوفوا قد ايه جميل، جميل قوي بجد يا جماعه، وريحته وطعمه بجد مش عايزه اقول لكم روعه، هيعجبكم بجد قوي. والرز ده الرز اللي عملناه رز الصياديه، جميل بجد تحفه. ده السمك، شوفوا قد ايه جميل بجد. هوريكم قد ايه مستوي بجد وطري بجد زي الزبده، جميل قوي، واخد من التتبيله وطعمه حكايه. تعالوا نشوف كده السمك مع بعض مستوي ازاي. شوفوا يا جماعه، شايفين السمك عامل ازاي، بجد جميل قوي. بجد طعمه حكايه. بصوا قد ايه مستوي، بصوا رحمته بجد زي الزبده بجد، دايب دوب، وبجد طعمه حكايه بجد. بتمنى تجربوه، بتمنى بجد تجربوا الوصفه كلها. والرز جميل قوي مفلفل معايا وجميل. بتمنى تجربوا الوصفه، وبتمنى الفيديو يكون بجد عجبكم ويا رب يفيدكم. بتمنى اللي يجرب الوصفه يقول لي ايه رايه فيها. اسيبكم في رعايه الله، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.